مع خالص تقديري. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامج مع خالص تقديري من مجمع إعلام المنيا التابع للهيئة العامة للاستعلامات بالتعاون مع مكتبة مصر العامة. يسعدنا النهارده أن نتواصل معكم في شهر الانتصارات واحتفالات أكتوبر. تابعونا وهذه الحلقة برنامج مع خالص تقديري. بسم الله بسم الله تقريب النصر، بسم الله بسم الله تجمعنا مصر، بسم الله بسم الله تقريب النصر، بسم الله بسم الله وجنود الشعب، بسم الله بسم الله بالخط الصعب، بسم الله بسم الله وجنود الشعب، بسم الله بسم الله بالخط الصعب، بسم الله بسم الله. الله أكبر أذن وكبر، الله أكبر أذن وكبر وقول يا رب النصر تكبر، بسم الله الله أكبر، بسم الله بسم الله بسم الله أذن وكبر، بسم الله بسم الله الله أكبر، بسم الله بسم الله بسم الله أذن وكبر، بسم الله سينا يا سينا، بسم الله بسم الله أمين عدينا، بسم الله بسم الله سينا يا سينا، بسم الله بسم الله أمين عدينا، بسم الله بسم الله عينوا علينا، بسم الله بسم الله قلوب علينا، بسم الله بسم الله عينوا علينا، بسم الله بسم الله قلوب علينا، بسم الله بسم الله. الله أكبر أذن وكبر، الله أكبر أذن وكبر وقول يا رب النصر تكبر، بسم الله الله أكبر، بسم الله بسم الله بسم الله أذن وكبر، بسم الله بسم الله بسم الله الله أكبر، بسم الله بسم الله بسم الله أذن وكبر، بسم الله بسم الله. اهلا بكم معانا بعد هذا الفاصل، مستمرين مع حضراتكم مع شهر الانتصارات. يسعدنا النهارده وشرفنا طبعا اكيد ان يبقى معانا يعني ابطال حرب اكتوبر. خيري فؤاد. استاذ خيري فؤاد، اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا يا فندم، اهلا وسهلا، كل سنه وانتم طيبين. حضرتك طيب. يعني كلمنا بقى عن الاجواء الجميله دي، وكلمنا عن اليوم الجميل ده اللي كلنا بننتظره من العام للعام. يعني اولا بالانابه عن زملائي المقاتلين في حرب اكتوبر، بهنئ الشعب المصري بالذكرى 52 لانتصارات اكتوبر. ويمكن ذكرى انتصارات اكتوبر هذا العام تختلف عن اي عام اخر، لان كل الايام حاليا في انتصارات وفي مناسبات طيبه جدا بيحتفل بها الشعب المصري، اهمها اتفاقيه السلام اللي تمت على ارض السلام في شرم الشيخ، وفوز الدكتور خالد عناني بمنصب امين هيئه اليونسكو، ومنصب برضو ايضا منظمه حقوق الانسان. يعني انتصارات متتاليه. كمان افتتاح المتحف الكبير. وافتتاح المتحف الكبير بقول كاس العالم. بالظبط.
يعني السنه دي تختلف الاحتفاليه كلها انتصارات. طبعا احنا بنذكر الجيل الموجود الحالي عن انتصارات اكتوبر، لان زملائي المقاتلين دول يمكن الحمد لله ربنا كتب لهم طولة العمر، وكل واحد ليه ذكرى معينه في حرب اكتوبر. احنا فخورين جدا ان ربنا ادانا العمر وعشنا، وبنتكلم دلوقتي عشان ملحمه اكتوبر اللي تمت ديت ملحمه سيتحدث عنها التاريخ الى ابد الابدين، وجميع اكاديميات العسكريه في العالم ما زالت تدرس ازاي احنا عبرنا اكبر مانع مائي اللي هو قناه السويس، واكبر مانع صناعي خط بارليف المدجج بالسلاح اللي كل فتحه فيها نبال وفيها دشم عسكريه، فيها دشم شديده الانفجار، قنابل شديده الانفجار. لو اتفتحت على الميه كانت ممكن تغلي، لكن انا كفرد صاعقه عملنا دراسات عليها كتير جدا، وحددنا المواقع اللي ممكن نعبر منها اللي هي المناطق الميته، وعملنا ابرار جو خلف خطوط العدو، وامنا العبور على اساس ان احنا نضرب خطوط الاحتياطي الاستراتيجي لاسرائيل، لان احنا اهم حاجه بعد ما ضربت الطيران دكت المطارات كلها، ابتدت بقى قوات الصاعقه والمظلات تامن عدم دخول قوات مساعده لاسرائيل، ولغايه ما عبرت باقي القوات كلها في القوارب المطاطيه. هو القصه طويله جدا والوقت لا يتسع بيها، لكن نطلع من الموضوع ده ان الشعب المصري عنده اراده، والجيش المصري عنده اراده، وكان عندنا عقيده قتاليه موجوده ان ما اخذ بالقوه لا يسترد بغير القوه، وحققنا النصر في 73، وبنهدي النصر ده للاجيال الموجوده، وبنقول للاجيال دي حافظوا على مصر، حافظوا على مصر، لان دي مصر امانه في اعناقكم، سلمناكم مصر منتصره، حافظوا عليها، ومفيش حد في المنطقه مستقر وامن غير مصر، ومصر القويه، مصر اللي هي مركز ثقه للعالم دلوقتي، وعندنا رئيس قوي ورئيس قائد ورئيس بيدير منظومه السلام بحكمه، وانا بحييكم وبحيي الاعلام اللي بيغطي هذه الملحمه. شكرا جزيلا. شكرا استاذ خير. العفو. انت طيب يا فندم. فاصل قصير والقاكم بعد هذا الفاصل. لقد كان الليل طويلا وثقيلا، ولكن الأمة لم تفقد إيمانها أبدا بطلوع الفجر. تحيا مصر وأنا على الرباب بغني وبغني لنوة الحرية والمرايا. تحيا مصر وتحيا مصر، تحيا مصر. حلوة بلادي الحرة، بلادي الحرة، بلادي الحرة. حلوة بلادي الحرة، بلادي الحرة، بلادي الحرة. وأنا على الرباب بغني عني ومغني وهكون جنب عشاقي يا مصر. أنا على الرباب بغني وانتي اللي ما بتنسيش ضرب دمه عالتراب. فداكي يا مصر، فداكي، فداكي يا مصر، فداكي يا مصر. حلوة بلادي الحرة، بلادي الحرة، بلادي الحرة. حلوة بلادي الحرة، بلادي الحرة، بلادي الحرة. متواصلين مع حضراتكم مع ابطال حرب اكتوبر، وهذه الحرب اللي بتخلد في ذاكره التاريخ. اهلا بحضرتك، ونعرف الساده المشاهدين بحضرتك. احمد امين جنديل، كنت من قوات الدفاع الجوي المكلفه بحمايه سماء منطقه العبور للمشاة الميكانيكيه والقوات التي عبرت من قوات البريه وقوات المهندسين، وكل اتممنا بمهمتنا بنجاح تام وغطينا سماء المعركه، لان احنا في هذا الوقت
ما كانش قدامنا غير ان احنا نعلي من كلمة مصر. كلمة مصر، سأل الأستاذ تلميذه، أو سأل التلميذ أستاذه قائلا: يا أستاذي أين تقع مصر؟ قال: يا بني مصر لا تقع. قال: عفوا أستاذي، أنت لا تعرف الجغرافيا. فرد الأستاذ: أنت يا بني لا تعرف التاريخ. مصر الهكسوس حينما حاربناهم بقيادة أحمس سحقناهم، وسحقنا الحيثيين بقيادة رمسيس، وسحقنا الفرنسيين في المنصورة، وسحقنا كل من تصدى لمصر أو اعتدى عليها أو حاول أن يتقدم من أرضها. مصر ستبقى باقية بفضل أبنائها وبفضل شبابها الصغير ده اللي هو نواه، لأنه يكونوا شباب المستقبل وقوات مصر الباقية. اتفضل. كل سنه وحضرتك طيب يا فندم. انت طيب يا فندم. خليك تعرفنا حضرتك برضه. انا اسمي المهندس اكرم اسكندر صادق. انا من ضمن المقاتلين في حرب 73، حرب اكتوبر المجيد. انا اتخرجت سنة 71، دخلت القوات المسلحة على طول كظابط احتياط. طبعا في الفترة دي كانت دباباتنا، انا كنت سلاح مدرعات، وكانت دباباتنا ما عندهاش التكنولوجيا الحديثة بتاعة الرؤية الليلية. فانا اخترت من ضمن 7 6 من خريج الفنية العسكرية وانا ظابط احتياط، عشان منوطين بتطوير الدبابة المصرية. يعني ايه تطوير الدبابة المصرية؟ يعني ان احنا نركب عليها اجهزة رؤية ليلية، وكانت الرؤية الليلية دي اجهزة تكنولوجيا حديثة، وما كانش حد في العالم راضي يديها لنا. لكن جيشنا القوي العظيم استورد الاجهزة دي من خلال بعض الشركات الخاصة الوطنية، وكانت تدخل ورشة 5 مدرعات سرا، وكانت العنبر ما حدش بيعرف بيتم فيه ايه غير لما قبل الحرب على طول كنا يعني طورنا حوالي 700 دبابة. عشان كده يمكن طبعا الأشعة تحت الحمراء فوق البنفسجية بتصدر على بعد كيلو تشوف العدو وترجع على لوحة في الدبابة دي. ما يعني كانت سبب من أسباب النصر، لأن احنا لما عبرنا واتفتح خط بارليف الدبابات بتاعتنا وصلت ليلا، وهم ما كانوش يتوقعوا ان احنا عندنا التكنولوجيا دي. عشان كده يمكن معركة الدبابات دي كانت أكبر معركة على مستوى العالم في الفترة دي، وما زالت تدرس في كبرى المعاهد الحربية. وازاي؟ طب صحيح حقيقي. واصلا في اليوم ده احنا دمرنا حوالي يمكن مش اقل من 300 دبابه وحصن منيع. عشان كده امريكا ابتدت تنزل دبابات بالطياره في سينا. جيشنا المصري عظيم، روح اكتوبر روح عظيمه. احنا من خلال جمعيه نصر اكتوبر، وانا بتشرف ان عضو مجلس اداره فيها، ان احنا بنروح الجامعات وبنروح المدارس وبنبث الروح الوطنيه بتاعت 6 اكتوبر. بسبب 6 اكتوبر دي مش بس الجيش اللي عبر، ده الشعب عبر من الانكسار والهزيمه للمجد والكرامه اللي احنا فيه دلوقتي. واللي حصل في شرم الشيخ ومعاهده السلام دي نتيجه حرب اكتوبر. يعني لولا احنا انتصرنا في اكتوبر، يعني انا بفتكر مقوله فخامه الرئيس السيسي لما قال لو ايدينا في ايدين بعض ما حدش هيقدر علينا. فاحنا العالم حوالينا ملتهب على طول ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. كل سنه وحضرتك طيب. وانت طيب. اشكرك. شكرا يا فندم. اتفضل. فاصل قصير والقاكم بعد هذا الفاصل.
صورة 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 كلنا كده عايزين صورة 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 تحت الراية المنصورة خضرة ومية وشمس عافية وقبة سما زرقاء مصفية خضرة ومية وشمس عافية وقبة سما زرقاء مصفية ونسايم سلم وحرية ومعارف فن ومدنية ومداين على أشرار ومداين صحيا الفجرية على أشرار ندهى وأذان دي بلدنا مصر العربية صورة 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 منورها كلنا هنا في الصورة زمايل نوفي اللي خدنا عليها من أصغر طفلة بجناين من أصغر طفلة بجناين على زرعة ودرسة على زرعة ودرسة بتتنايل تتنايل للفلاح ابو خير وجمايل للفلاح ابو خير وجمايل للواعي حافظ القرآن للجند الاسد اللي شايل على كتفه درع الاوطان 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 واساتذه وعلماء ومعامل ودكاتره من الشعب العامي ورجال سكر على مكاتبها وتخدم بالروح لما تعامل صورة ما فيهاش الخامل والهامل وجهه نعسان ما فيهاش الا الثور الكامل المصري العربي الانسان صور يا زمن صور يا زمن صور يا زمن. اهلا بكم معانا بعد هذا الفاصل. يسعدنا نكون معانا المقاتل فتحي عبد الفتاح مشاة الجيش الثالث الميداني. اهلا بيك وبنتشرف الموجودين مع حضرتك النهارده. شرف الله قدرك. كلمنا بقى عن حرب الاستنزاف. بالنسبة لحرب التحرير اللي حرب اكتوبر 73 سبقها بطولات أذهلت العالم كله، وهي حرب الاستنزاف. كانت تمهيد للحرب اكتوبر. حرب الاستنزاف دي عشان العاملين كسر الحاجز النفسي لدى المقاتل، وكسر حاجز اليأس عنده ومرات الهزيمة بتاع 67. فكان لابد من تقديم أشياء تعيد لي الثقة بنفسه، تعيد لي الجرأة والشجاعة،
فكان جيشنا وقواتنا لم تتوقف من هزيمة 67 حتى إشعال الشرارة الأولى في حرب أكتوبر 73. سبقها موضوع معركة راس العش، إسرائيل اللي خسرت فيها خسر لا حصر لها واستنجد بأمريكا، وموضوع إغراق المدمرة إيلات كانت في عالي البحار واستدرجها الجيش بتاعنا وقال له ما حدش يتعرض ليها لغايه تخش المياه الدوليه بتاعتنا. اول ما وصلت بورسعيد وكانت المدمره إيلات ديت كانوا بيقولوا على ايه؟ تاج البحار العاليه، اسرائيل كانت اسمها كده، ودخلت بيها الحروب في 67 ودخلت فيها برضه في 56. بطولة أولادنا استطاعت أن تغرق هذه المدمرة في بورسعيد ونزل إلى شيء إلى قطع، وده أذهل إسرائيل وسجد تستنجد بأمريكا في ذلك الوقت، وويليام روزفلت وزير الخارجية في ذلك الوقت طالب بوقف إطلاق النار بين الطرفين، وعبد الناصر تراقب وقال لا، وبعد كده قال لك يعني نقبل لمده 90 فقط 3 شهور فقط نريد انفاسنا واستعداداتنا ونقوتنا من جديد. فدي العوامل دي لا تنسى. فحرب دي استنزفت ثروات العدو وممتلكاته وعتاده وارواح لا حصر لها مات في تلك الفتره وهي حرب استنزاف. فطبعا قواتنا البواسل ب3 طويلات خرجوا المدمره إيلات اللي كانت اسرائيل بتتباهى بها وتفتخر بها وتقول احنا بنملك اعالي البحار. ولادنا نزلوها على ما فيش الى قطع في البحر، ودي كل الحاجات دي كلها العوامل دي عادت للجند المقاتل المصري الثقه في النفس وكسر حاجز الخوف وحاجز التردد، وبدا بقى يعني بقى عنده قوه ايمانيه فارقه. وبعدين الانتصار اكتوبر ده مش وليد النهارده، ده موروث كان من فئه قليله قابلت فئه كثير باذن الله والله محصرين. ان كانت اسرائيل تملك العتاد والقوه والمدد الامريكي اللي ليس له حدود، لكن تفتقر الى شجاعه المقاتل المصري. طبعا اكيد. انتوا كنتوا منتظرين لحظه الحرب بفارغ الصبر؟ احنا كل ده المنشات دي عشان عاوزين نعبر. أيوة. وفي ضفاره بشريه عبرت وعملت حاجات بطوليه. يعني قرار الحرب كنتوا منتظرين وانتوا كمقاتلين موجودين على الجبهه؟ يعني قابلتوا هذا القرار بفرحه عارمه؟ احنا كنا مهيئين ليه للتدريب. كان في تدريب شاق ليل مع نهار استعداد لهذا اليوم، بس امتى كناش نعرف. الا يوم 5 بالليل، كان يوم الجمعه بالليل 5 اكتوبر الطيران خدنا من كنا في بحيرات المره ونزلونا على الجبهه على الخطوط الاماميه في السويس. مشاعركم ايه بقى لما عرفتوا انكم هتحاربوا؟ يعني ما عرفتش، خلي بالك احنا غير كده شفنا اول ما قمنا الصبح لقينا العامل الاسرائيلي قدامنا على ستر التراب، ولاد الجنود بيستحموا قدامنا. يعني كان مهمتنا قال لك ده انت تقوموا بواجه تدريب على وجه العمليات من اللواء 19 واللواء 23 عشان لا ينزع منكم. هياخد ايه؟ هياخد الحراسه المنشات اللي هيبقى داخل القاهره. ما كانش في حاجه اسمها حرب نهائي. امتى عرفنا الحرب؟ عرفنا الحرب الساعه 12 الظهر جت طيارتين اسرائيليتين بدون طيار بيصوروا الناس انهم يجوا ايه الجبهه كلها 170 كيلو من السويس لغايه بورسعيد قوات مسلحه. قوات مسلحه. فبقى الطيارتين عشان تصور القوات الجويه بتاعتنا اسقطتهم. واحد من الاسقطت كان جنبي في مطار كبريت وجرينا عليها من الرجال بدون الطيار. تمام. فعرفنا الساعه 2 بالظبط. عرفتوا بقى انت؟ لقينا الطيران طلع على راسنا كده. أيوة. شوف النجمه دي كده. أيوة. زي كده. ولقينا الدخان واللهيب. انا يعني بندهوا حضرتك جوه علشان التكريم
واتمنى لك التوفيق وكل سنه وحضرتك طيب. وانت صحة سلامة. ربنا يخليك. انا بس حبيت اضيف في الحته دي عشان دي مهمه جدا. طبعا ما حدش يتكلم عنها خالص. طبعا شكرا جزيلا، شكرا لحضرتك، شكرا. اشكر الارض واذكر كل الف زي كل عام وانتم بخير. شكرا جزيلا، شكرا. اتفضل فاصل قصير والقاكم بعد هذا الفاصل. احلف بسماها وبترابها، احلف بترابها وابوابها، احلف بسماها وبترابها، احلف بترابها وابوابها، احلف بالقمح وبالمصنع، احلف بالمدنى وبالمدفع، احلف بالقمح وبالمصنع، احلف بالمدنى وبالمدفع، بولادي بايام الجايه ما تغيب الشمس العربيه طول ما انا عايش فوق الدنيا. احلف بسماها وبترابها، احلف بترابها وابوابها، احلف بسماها وبترابها، احلف بترابها وابوابها، احلف بالقمح وبالمصنع، احلف بالمدنى وبالمدفع، احلف بالقمح وبالمصنع، احلف بالمدنى وبالمدفع، بولادي بايام الجايه ما تغيب الشمس العربيه طول ما انا عايش فوق الدنيا. احلف بسماها وبترابها، احلف بترابها وابوابها، احلف بسماها وبترابها، احلف بترابها وابوابها، احلف بالقمح وبالمصنع، احلف بالمدنى وبالمدفع، احلف بالقمح وبالمصنع، احلف بالمدنى وبالمدفع، بولادي بايام الجايه ما تغيب الشمس العربيه طول ما انا عايش فوق الدنيا. احلف بسماها وبترابها، احلف بترابها وابوابها، احلف بسماها وبترابها، احلف بترابها وابوابها، احلف بالقمح وبالمصنع، احلف بالمدنى وبالمدفع، احلف بالقمح وبالمصنع، احلف بالمدنى وبالمدفع، بولادي بايام الجايه ما تغيب الشمس العربيه طول ما انا عايش فوق الدنيا. بكده وصلنا مع حضراتكم لختام حلقتنا النهارده. كل سنه وانتم طيبين ومصر دايما في عزه وكرامه وامن وامان واستقرار. موعدنا معاكم في حلقات ان شاء الله قادمه، واحتفالات اكتوبر ما زالت مستمره طوال الشهر بل طوال العام بل طوال السنين منذ 52 عام. بشكر حضراتكم على حسن المتابعه، والى الملتقى ان شاء الله في حلقه جايه من برنامج مع خالص تقديري. شكرا والى اللقاء. مع خالص تقديري.